فقام الجيران فعلا بكسر باب الشقة، وعندما دخلوا الشقة فوجئوا بمنظر مخيف وبشع جدا. وجدوا الشقة في حالة فوضى مدمرة، كل شيء من أساس الشقة مهشم ومحطم تماما. أما عم حسين فكان ملقى على الأرض وهو ميت، وحوله بركة من الدم من جميع أجزاء جسمه، وجميع عظام جسده مكسرة، ودماؤه متناثرة في كل مكان. تم استدعاء الشرطة، وبعد المعاينة والبحث والتحريات وتشريح الجثة جاء تقرير رجال البحث الجنائي الذي أتى بمعلومات تجعل الحادثة من ضمن القصص المرعبة، حيث أثبتت أن باب الشقة